وسهلا بحضراتكم على شاشه موقع جود نيوز فور سيريس مع برنامج رمضانيات مع حمدي. ونتكلم النهارده حلقه مهمه جدا في شهر كريم شهر رمضان. هنتكلم عن العصبيه بالذات. طبعا حضراتكم عارفين اول يوم في رمضان بالذات الساده المدخنين بيبقى طبعا عشان طول اليوم بيبقى ما بيدخنش وكده، تلاقيه متعصب طول اليوم وحتى في شغله وحتى في بيته، بيقول لك حتى اقضي اليوم كله نوم لغايه لما اقوم على الفطار. فهنعرف مع دكتوره ابتسام الوكيل دي فتره النهارده ومشرفانا، هنعرف منها باذن الله التفاصيل العاده ديت وازاي نقدر نتغلب عليها وازاي نقدر نعالجها. اهلا وسهلا بك. هنتكلم الاول عن التدخين ولا عن العصبيه اللي بسبب التدخين؟ هنتكلم بقى عن العصبيه بسبب التدخين وازاي نقدر نعالج المشكله دي. العصبيه اللي بسبب التدخين طبعا بتبقى نقص النيكوتين في الدم، نسبه النيكوتين في الدم، ودي طبعا بيحس بيها اكتر اللي هم الويب سموكرز اللي هم بيدخنوا كميات كبيره. يعني دي عصبيه مفسره بالنسبه لنا، سببها واضح اللي هو نقص النيكوتين، ودي حلها ان هو قبل رمضان يبتدي يقلل عدد السجاير اللي بيشربها بالتدريج. المفروض ان هو يعمل حسابه من قبل رمضان. ربنا ينجيله بقى. يا رب. صح. اوكي. طيب احنا دلوقتي يعني في مدخنين ما بيقبلوش فكره ان انت تقلل او تبطل او كده، لكن انا فعلا من اكتر من شخص وليه اسمه كان مدخن شراهه يعني قالوا لي فعلا احنا يعني انا دلوقتي مثلا قاعد نفسي في سيجاره، ده كلامهم، انا قاعد نفسي في سيجاره وعايز سجاير باي شكل، لو كسرت السجاير مشكله تمام، مع اني في رمضان طول الوقت ما بفكرش في السجاير خالص لحد المغرب ما يقول الله اكبر افطر على سجاره. فهو نفسه او كانوا لي اكتر من حاجه. بلاش في رمضان بدايه واحده ثلاثه. لان هو نفسه هجايبك في الكلام، هو نفسه قال لي انا عارف ان دي مساله نفسيه بحته. وان يعني انا تفكيري مش متظبط ان ايه ان انا ابطل تدخين او ان انا اقلل تدخين، لكن عشان هو الصيام بالنسبه له مهم ما بيفتكرهاش طول النهار في رمضان ويجي يفطر على السجاره. على العكس اللي شايف انه او الايمانيات عنده ضعيفه شويه فيفطر يقول لك عشان السجاير، ما يصومش علشان السجاير. فهنا الموضوع كله طبعا بما ان انا مدربه برمجه يعني وفاهمه الكلام ده، ان الموضوع اصلا لو ظبط تفكيره هيبطل تدخين وهيبطلوا خالص تاني، لان هم برضه باعتراف مدخنين زي ما قلنا ان مساله تفكير، مساله نفسيه فعلا. ان هو طول النهار في رمضان ما بيفكرش في السجاير. انا عارف كمان يا فندم ان في بعض الدكاتره برضه بينصحوا الناس في شهر رمضان بدايه بتحسن فتره السجاير بطريقه تدريجيه. في شهر رمضان ده يعتبر بدايه قويه جدا لان هو بيقعد طول النهار من غير سجاير، فممكن تعمل واحده واحده تقلق. بس المشكله في زي ما قلت التفكير والبرمجه والعقليه فبيختلف من شخص لشخص، اللي عنده اراده وعزم او عزيمه بيعرف يتغلب على هذه. هو فعلا يعني بما ان احنا في قبل الشهر الكريم يعني في برنامج اسمه برنامج 21 يوم للاقلاع عن التدخين. لو دخلنا على اليوتيوب وكتبنا دكتور احمد الكويلي هنلاقي ليه فيديو رائع عن طريقه للاقلاع عن التدخين في 21 يوم بالتدريج. نظام جميل جدا جدا يا رب الكل يستفيد بيه ان شاء الله. فاصل ونعود.